لهذا الدعاء فضل عظيم ودواء سحري للمكروه، كما أنه يفرج الهموم وينجي من شرور الدنيا. هذا الدعاء يتم اعتباره دعاء المعجزات، ما يدعو به العبد لله سبحانه وتعالى بصدق ونية طيبة وهو في كرب شديد أو مأزق، إلا وجاء الفرج من الله عز وجل من حيث لا تعلم ولا تدري ومن حيث لا تحتسب. تنفس بعمق واسترخي لتحقق الخشوع. ولنبدأ. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا حي يا قيوم، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وهنا فلتذكر حاجتك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم لا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وأنت أعلم بحالي. رب شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. رب إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم سخر لعبادك الطيبين من حولي وسهل لي أموري وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أسألك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر. ربي آثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي. إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وأمطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لوالدي وأدخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين، لما فيه من العظة والعبرة وذكر الله تعالى ومناجاة لله تعالى بكل الصفات العطرة، ومنها أسماء الله الحسنى التي إذا دعا بها العبد استجاب المولى له. يفضل قول هذا الدعاء دائما في السراء وفي الضراء وفي أوقات الشدة وأوقات السعادة، حتى نتقي الشرور وتكون حصنا منيعا للعبد. ومن الممكن الحرص على قوله دائما ضمن أذكار الصباح والمساء.